مرتبك بيزيد بس فلوسك بتقل. لو بتقبض ومفيش فلوس، الفيديو ده ليك. بتقبض كل شهر وبرضه حاسس ان الفلوس مش مكفية، المشكلة مش في المرتب، المشكلة في طريقة تقسيمه. في قاعدة بسيطة جدا اسمها 50-30-20، ولو طبقتها صح هتفرق معاك من أول شهر. خلينا أبسطها. أول 50% من دخلك للمصاريف الأساسية، يعني إيجار، أكل، فواتير، مواصلات، الحاجات اللي حياتك مش هتمشي من غيرها. بس خليك فاكر، المطاعم الكتير مش من الأساسيات، والكافيه اليومي مش أساسي، دي رفاهيات ودي بنحطها في جزء تاني. نيجي لل30%، وده جزء الحياة، خروجات، مطاعم، لبس، أي حاجة بتخليك مبسوط. استمتع بس بحدود، لأن لو زودت هنا هتخسر بعدين. أهم جزء بقى 20% لنفسك، وده اللي بيغير حياتك بجد، توفير أو استثمار، حتى لو مبلغ صغير، المهم الاستمرارية. خلينا أديك مثال بسيط. لو دخلك 5000 درهم، 2500 للمصاريف و1500 لحياتك و1000 لنفسك، ممكن تقول المبلغ صغير، بس مع الوقت هيتحول لرقم كبير جدا. أهم قاعدة لازم تفهمها، ادفع لنفسك الأول قبل ما تدفع لأي حد تاني. يعني أول ما المرتب ينزل حول 20% على طول، وبعدين عيش بالباقي. مشكلتنا إننا بنصرف الأول، ولو فضل حاجة نبقى نوفر، وده سبب إننا عمرنا ما بنوفر. ابدأ حتى لو بنسبة أقل، 5% أو 10%، بس ابدأ والتزم شهر 2-3 وهتلاحظ فرق حقيقي في حياتك. لو عايز تتحكم في فلوسك ابدأ بتنظيمها، ولو عايز تعرف ازاي تزود دخلك تابع الفيديو الجاي. الحرية المالية مش رقم، الحرية المالية نظام.